بيبدأ فيلمنا في ليلة عيد الميلاد في جو مليء بالاحتفالات. بتقف عربية أمام محل لبيع أشجار الكريسماس. المكان شكله دافي لكن فيه غموض كبير، وهنا يدخل شخص غامض. أول ما بيشوفه صاحب المحل بيطلب من مساعده يسيبهم لوحدهم، وبيخرج المساعد فورا. الشخص الغامض بيبدأ كلامه إن تكلفة مادة النوفيتشوك كانت غالية جدا، وبيرد عليه صاحب المكان إنها غليت لأن موظف الجمارك والمينا ضاعفوا المبلغ اللي بياخدوه، وبعدها ياخد منه شنطة ويفتحها واللي بيكون جواها فلوس كتير، وبيتأكد إنها كاملة. وبعدها بيطلع مفتاح صغير من جيبه يديله الشخص الغامض، وبيقوله المادة موجودة في العربية اللي واقفة بره. وفجأة يبدأ صاحب المكان ينزف دم وبيقع على الأرض، ويتضح إن اتغدر بيه وتخلصوا منه. لكن مساعده اللي كان واقف بره بيسمع صوت سقوطه، دخل يشوف ايه اللي حصل. فالشخص الغامض بيتفاجئ بيه وبيطلق عليه النار، وبيمد ايده وياخد المفتاح وبيمسح الدم من عليه، وبهدوء يرش مادة قابلة للاشتعال، والنار بتنتشر في المكان كله. ويخرج يلاقي العربية اللي قاله عليها واقفة قدامه وفيها الشنطة. في نفس الوقت إيثان في البيت مع حبيبته نورا، وكان الجو مليان فرحة لأنهم لسه مكتشفين إنها حامل، وبيحتفلوا سوا بخبر الحمل. وفي طريقهم للشغل بيتكلموا عن الكريسماس. نورا تسأله متحمس للاحتفال بعيد الميلاد، بيرد عليها عمري ما كنت متحمس، بس السنة دي غير، يمكن لأول مرة أبقى مبسوط بالاحتفال. لكنه كان قلقان لأن حياته مش ماشية زي ما هو حابب، وكان نفسه تكون حياته أفضل من كده. نورا تحاول تشجعه وتطلب منه هدية العيد ليها إنه يقدم تاني في أكاديمية الشرطة. بيتضايق إيثان لأنه افتكر إنه اترفض من الأكاديمية من 3 سنين، وهو كان متحمس جدا إنه يلتحق بيها. من وقتها وحياته اتقلبت، وقرر إنه يسيب المدينة ويروح ورا نورا ويشتغل معاها، فبيوعدها إنه هيفكر. بيوصلوا مع بعض للمطار لوس أنجلوس، لكن بيفترقوا هو ونورا وكل واحد بيروح على شغله. إيثان كان بيشتغل في أمن المطار. في طريقه بيصطدم بشخص غريب، لكن مش بياخد باله ويكمل جري عشان متأخر على شغله. بيكون في اجتماع سريع داخل المطار، وده لأن في أوقات الأعياد بيكون فيها ازدحام شديد، وكمان لأنهم اكتشفوا وجود تذاكر مزورة ولازم ياخدوا بالهم كويس عشان العطلة تعدي بسلام. بعد انتهاء الاجتماع صديقه نصحه إنه يقدم تاني في الأكاديمية. المكان هنا مش مناسب ليه، وبالذات لأنه قريب هيستقبل طفل ولازم يكون مستعد للمسؤولية دي. وهنا إيثان بيقرر يكلم مديره ويطلب ترقيته، لكن المدير بيسخر منه وقال له انت مش شغال بالكفاءة اللي تخليك تستحق ترقية. إيثان بيطلب فرصة يثبت نفسه، والمدير وهو متضايق بيقرر يبدل مكانه مع صديقه ويخليه في مكتب التفتيش بدلا منه. إيثان بيفرح وبيبعت رسالة لنورا عندي أخبار حلوة، ونورا بتبقى متحمسة جدا تعرف ايه هي، واتفقوا يتقابلوا على الغدا. في نفس اللحظة عربية غريبة بتوصل لبوابة المطار، جواها شخص هاكر مسلح بيفتح كاميرات المراقبة ويتجسس على كل ركن في المطار، وبيكون معاه رهينة. بيتفاجئ لما بيلاقي إن إيثان هو اللي في مكتب التفتيش بدل صديقه. في نفس الوقت بنشوف حد بيدخل بيت صديقه بهدوء، وشخص بيتحرك فيه، وبيبان إن الموضوع مش سرقة عادية، ده استهداف ليه. وفجأة وسط الشغل بتيجي لإيثان سماعة بشكل غريب، وبيلاقي رسالة جاتله إنه يستخدم السماعة، وبيطلب منه يتعاون معاه عشان ما يخسرش حياته. في البداية بيفتكر إيثان إن زميله هو اللي بيكلمه، ولكنه بيتوتر لما بيشوفه وهو بيشتغل وبيبدأ يقلق. وحاول إنه يكلم رقم الطوارئ، ولكن بيكلمه الشخص الغامض إنه بيحذره إنه يعمل أي تصرف يعطل خطته. وبيعرف من خلال الهاكر إنه بيكلم رقم الطوارئ، وهنا بيهدد إنه هيدمر حياته. وفي نفس الوقت بنلاقي شخص قدر يدخل بيته ويعرف معلومات عن حبيبته نورا والحمل. وهنا وصل معلومات عن إيثان. الرجل الغامض بدأ يهدده إنه لو رفض مساعدتهم هيفقد نورا والجنين. وهنا اتوتر إيثان وطلب منه الراجل إنه يحط هاتفه في درج المفقودات ويقفل عليه. وهنا إيثان بيعرف إنه في شيء خطير، وبيحاول إنه يتعامل بذكاء لأنه عارف معلومات كتير عنه هو ونورا. وفي نفس الوقت بيكون رجال الإطفاء والشرطة في موقع الحريق، وبتكتشف المحققة إن صاحب المكان كان عضو في المافيا، وإن الساعة كان فيها جهاز تسجيل بس للأسف اتعرض للتلف، وبيحاولوا يصلحوه عشان أكيد سجل الجريمة. في نفس الوقت بيحاول إيثان إنه يبلغ عن الشخص ده عن طريق الساعة الذكية، ولكنه بيكتشفه برضه وبيطلب منه إنه يسيب الساعة، وبيهدده إن المرة الجاية هيكون في عقاب أكبر. وبيحاول إيثان يدور عليه ويعرف مين اللي بيكلمه، لحد ما في الآخر بيعرفه، وبيعمل إيثان مشكلة مع أحد المسافرين، وبيبلغ رسالة لرجل الشرطة بكود متفقين عليه. وبيفهم رجل الشرطة وبيحاول يساعده، وبيقع بعد ما المجرم بيقرب منه وبيموت. وبياخد المجرم الرسالة اللي كان أخدها رجل الشرطة من إيثان، وبيحذره إن المرة الجاية هتكون الضحية نورا. وهنا بيكون اتقابل إيثان اتعرف على شكل المجرم، وبيرجع إيثان وبيلاقي إن صديقه رجع وأخد مكانه تاني،
والمجرم طلب منه انه يتصرف ويرجع لمكانه قبل ما شريكه يكون وصل. وبيقوم إيثان يجيب قهوة وبيحط فيها مشروب كحول وبيحطه قدام صديقه اللي طبعا ممنوع الشرب أثناء العمل، وفي نفس الوقت بيبلغ عن صديقه إنه بيتناول كحول، وبيوجهه المدير اللوم لصديقه وبيطلب منه يترك العمل فورا. وبيرجع إيثان لمكانه وبيفتكر صديقه إنه عمل كده عشان يحصل على الترقية اللي كان عاوزها. وفي الوقت ده بيكون مساعد المجرم قرب من إيثان اللي بيكون اسمه ماسيو. وفي الوقت ده بتحاول المحققة فك شفرة الكلمات اللي كانت في التسجيل وبتنجح، وبتقدر توصل لاسم المادة، وبتعرف إن في مؤامرة كبيرة وبتبلغ وزارة الدفاع. وبتعرف إن إيثان اتصل بالطوارئ ولكنه ما ردش عليه، وبتشك إن ممكن يكون البلاغ بسبب المادة دي. وبيكون في محقق جه عشان يساعدها وبيحاول يقلل من رأيها وإنها أكيد فاهمة غلط. وفي نفس الوقت إيثان بيكشف على الشنطة اللي مع ماسيو وبيكتشف وجود أجسام غريبة وشديدة الخطورة، بس بيكون أول مرة يشوفها وبيضطر تحت تهديده من إنه يخلي الشنطة تمر. بس بيقدر يعرف رقم الرحلة واسم المدينة اللي متجهة ليها الشنطة. وبعدها بتحصل مواجهة بينه وبين المجرم لأنه كان فاكر إنها عملية تهريب، ولكن طلع عمل إرهابي وإنه كده هيتسبب في وفاة ناس كتير ملهمش ذنب. والمجرم طلب منه يخلي اليوم يمشي بشكل طبيعي عشان ما يكونش مشكوك فيه. بتدخل الشرطة وتتواصل مع المطار عشان بتوقف كل رحلات الطيران، وبيحصل اجتماع لكل أفراد الأمن وبيقولوا إنهم لازم يعملوا تفتيش عشوائي. وإيثان بيقدر يدخل اسم ماسيو في العينة العشوائية وبيجري عشان ينقذ نورا اللي بتهاجمه لأنه السبب في إيقاف زميله عن العمل. وهنا المجرم بيكتشف وجود اسم ماسيو وبيهاجم إيثان إنه السبب في اللي حصل، وإنه بعد ما كان بيهدد حياة عدد قليل هو دلوقتي بيهدد حياة الموجودين في المطار كلهم. والمجرم بيهدده إنه هيتخلص منها وبيضطر إنه يسكت وما يقولش أي حاجة ليها. وبتحصل مواجهة بينه وبين المجرم، واللي بعدها المجرم بيشغل مؤقت لانفجار القنبلة. وفي الوقت ده مدير إيثان كان بيحاول يفتح الشنطة، وبيروح إيثان بسرعة لمكان التفتيش وبيطلب منه المجرم قتل مديره اللي كان بيرفض. فبيقوم ماسيو بقتل المدير، وبيحاول إيثان إنه يفك القنبلة وبينجح في فك القنبلة. وبيكون ماسيو مهدد زي إيثان من المجرم وإن صديقه مخطوف، وبيكون صديقه هو الرهين الموجود في الخارج مع الهاكر. وفي الوقت ده بتكتشف المحققة إن الشرطي اللي مات في المطار اتحقن بمادة سببت توقف للقلب واتقتل. وبتعرف إن كان في شخصيات مهمة هيكونوا في المطار من ضمن رحلات اليوم، وبتكتشف إن الشرطي الموجود معاها هو من أفراد العصابة. وبيحصل ما بينهم مواجهة وبتتخلص منه وبتتجه بسرعة للمطار. وبيقوم إيثان بإخفاء جثة مديره ومعاه ماسيو وبيروحوا بيها لمكان تخزين الشنط. وهنا بتيجي لماسيو رسالة علشان يتخلص من إيثان عشان يقدر ينقذ صديقه. وفعلا بيحاول يقتله وبيهرب منه إيثان وبيموت ماسيو، وبياخد منه الموبايل عشان يقدر يوصل لنورا وبيكلمها بس ما بيقدرش يوصل لها. وبعد كده بيبعت رسالة لصديق ليهم وبيقولهم عن الرحلة اللي فيها المجرم اللي بيروح على طول لنورا يبلغها. وفي نفس الوقت بيدخل المجرم مستودع الشنط وبيدور عن طريق الGPS عن الشنطة، وبيشوف إيثان وبيحاول يقتله، بس إيثان بيهرب منه وبيضطر إنه يسيب له الشنطة ويخرج بيها بعد ما بيكون زرع فيها كود عشان يقدر يعرف مكان الشنطة. وهنا بتدخل المحققة المطار وبتدور على إيثان وبتعرف إنه في مستودع الشنط. لما بتلاقيه في المستودع بتحاول تقبض عليه ولكنه بيهرب منها لأن المجرم بيحاول يقتل نورا، وكان عاوز إنه ينقذها اللي كان في الوقت ده بيلحقها بعد ما صديق إيثان بلغها وبتقدر تهرب منه. ولما بيوصل لها إيثان بيلاقيهم المجرم وبيحاول يطلق عليهم النار، ولكن بيقوم صديق ماسيو بقتله وبيعرف إنه ماسيو مات وبيحزن عليه. وهنا بيرجعوا المطار وبيدوروا على مكان الشنطة لأن إيثان عرف من صديق ماسيو إن المجرم معاه تذكرتين سفر لأنه كان شريك تاني جوه المطار. وفي الوقت ده بيكون إيثان متجه للطيارة وبيقدر يفتح مكان الشنط في الطيارة وبيدخل فيه، والطيارة بتقلع فعلا وبيبدأ يدور إيثان على الشنطة اللي فعلا بيلاقيها. وفي الوقت ده بيحاول المجرم تفعيل قنبلة من الموبايل، بس بيلاقي إن في مشكلة في الاتصال ومش قادر يشغلها، وبيلاقي إن كده الخطة بتاعته هتفشل. وبيتجه لآخر الطيارة وبينزل لمكان حفظ الشنط، وهنا بيلاقي إيثان موجود وبتحصل ما بينهم معركة. وهنا بيلاحظ الطيار وجود شيء غريب في مكان تخزين الشنط وبيقرر يرجع تاني للمطار. وبيقدر المجرم ياخد الشنطة من إيثان واللي بيفتحها وبيتفاجئ إن الشنطة مفيش فيها القنبلة واللي بتخليه يفقد أعصابه. وهنا بيكون إيثان مخبي القنبلة في غرفة محكمة في الطيارة، وبيقدر يدخل المجرم للغرفة دي، وهنا القنبلة بتنفجر في الشخص ده وبتشوهه تماما. والطيارة بتكون في طريقها للرجوع للمطار مرة أخرى، وبينزل إيثان وبيسألوه عن المجرم وبيقول لهم إنه في الطيارة وبيدلهم على الغرفة اللي هو فيها. وبينجح إيثان إنه ينقذ الطيارة وأرواح المسافرين ويتخلص من المجرم تماما، وبتكون نورا فخورة بيه جدا.
وبتقرر المحققة إنها تساعد إيثان وبتطلب منه يتواصل معاها بعد ما يخلص فترة علاجه. وبعد فترة بنشوف إيثان ونورا وطفلهم في المطار ومسافرين في الرحلة، وبنلاقي إنه التحق بالشرطة وحقق حلمه. وفي النهاية ما تنساش تتابع القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.